مع صاحبة الدعوة الفتاة نهى طارق. أهلا نهى. أهلا بنهى. أهلا نبيل، تفضلي. كيف أحوالك نهى؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. شو عم تعملي بهالدنيا؟ بعرف أنا قصتك، عرفتها شوي، قريت عن قصتك، حكايتك أنت والوالدة. بقى بنشكرك على ثقتك إنك جيتي على البرنامج حتى تحاولي تسترجعي العلاقة، ولازم. بعتقد الأم حنونة عادة. طبعا. هي حنونة؟ جدا. هي حنونة. نهى قصتها قصة مع أمها مش عويصة كتير، ولكن قصة البنات هيك في أول عمرهم، يعني بنقول خلاف العقليات بين الأجيال. يعني كانت مخطوبة لشاب، وظاهر الشاب ما كانش عاجب الأم، بقى استمرت الخطبة، ولكن استمرت الأم في تصرفاتها اللي بالأخير خلت هذا الشاب يهرب. بقى خسرت نهى فتى أحلامها، واللي كانت تعتبره بده يصير زوجها. بقى الأم اسمها جيهان. جيهان عمرها 38 سنة ونهى عمرها 24 سنة. يعني الفارق قصير بين بعضكم، كأنها صديقتك. طبعا. يعني الفرق 14 سنة أنت وأمك. مش هيك؟ شو عندك إخوان غير يعني أنا الكبيرة. أنت الكبيرة، وشو بعدين شو في أولاد غيرك؟ 4. 4 أولاد. 3 بنات وولد. 3 بنات. شو وضعكم العائلي؟ الماما لوحدها؟ بابا مسافر. بابا مسافر. بس مش متطلقين؟ لا عايشين مع بعض. بس هو مسافر شغل. بس انت تركتي البيت وتركتي الوالده ورحتي لعند خالتك، البابا عارف؟ لا. سنة مش عارف؟ لا عارف، بس عارف ان في مشاكل، بس ما يعرفش يعني ايه حجم المشكله اللي وصلت الموضوع لكده. ان بابا بينزل قليل قوي ان هو ينزل، يعني عشان شغله على طول بره. طيب شو صار بهالحالة بينك وبين الماما؟ يعني ما حاولتوا تتصالحوا؟ ما حاولتي انت تصالحيها، او هي ما سألت عنك مثلا تعرف وينك؟ انت بنت خرجتي من البيت ورحتي. مصممة على قرارها وانا مصممة على قراري، بس انا بحبها فما ينفعش ازعلها اكتر من كده. الموضوع معايا اتلخبط شوية. بس انت شو عم تعملي حاليا؟ انا مش بعمل، بشتغل. ايه بتشتغلي؟ يعني شو بتشتغلي؟ ادفرتايزنج، دعاية واعلان. دعاية واعلان بتشتغلي لوحدك مستقلة؟ وعايشة لوحدك؟ طيب بتسألي عن امك من وقت لاخر؟ طبعا. هي بتسأل عنك؟ بتسأل عني، بس ما تعرفش ان انا بقى يعني بتسأل عني بطريقة غير مباشرة. بس انت ساكنة مع خالتك؟ وخالتك علاقتها جيدة مع امك؟ ساعات وساعات. ساعات وساعات. مين المسؤول؟ امك صعبة شوية ولا خالتك؟ ماما مش صعبة، ماما حنينة، بس انا عارفة ان هي خايفة عليا، وعارفة ان هي بتعمل كل ده عشاني. بس انا برضو ليا قراري وليا حياتي. المفروض اما اكون حابة حاجة ما تغصبش عليا. وانت لما فسخ معك الشاب الخطوبة وراح، اجاكي تقدم لك خطاب جدد، بس انت رفضتي. مش عايزة تتزوجي بقى، وبعدك على علاقة مع هذاك الشاب؟ لا خلص. بس بنتكلم، بس هو يعني عايزين نرجع، بس ماما رافضة الموضوع. رافضة تماما. بس طيب رافضة، بس انه لكم سنة مفترقين انت والماما. بس عم بتشوفيه لهذا الشاب بعدك؟ لا مش كتير. مش كتير يعني عم بتشوفيه؟ مش كتير يعني. تكذبي علي ولو؟ مش كتير يعني بالسر عم بتشوفيه او بالعلن؟ مش عارف يعني. لا بس انه مش خطيبك ولكن بتشوفيه. كان خطيبي. بس هلا مش خطيبك؟ لا هلا مش خطيبي، بس بتشوفيه يعني. هو خطب شي حدا غيرك؟ هو بيحبني وبده يتزوجك؟ بس ماما مش راضيه. شو بيشتغل هو؟ محاسب. محاسب. بس ليش الماما مش راضيه؟ هي شايفه ان هو عشان كان ما بيننا مشاكل كتير قوي فتره الخطوبه. بينك وبينها ولا بيني وبينه؟ ايه ليه؟ عدم تفاهم بقى. هلا بعد الخطوبه تفاهمتوا؟ هو بيغير عليا زياده عن اللزوم. بس فماما مش حابه هالشيء؟ لا حباه، بس يعني عاده الامهات بيحبوا الرجل اللي بيغير على بناتهم. هو بيغير حتى عليا ان انا من اهلي. من اهلك؟ نزولي طلوعي، يعني بده يمتلكك هو. عايز يمتلكك. وانت راضيه بالموضوع؟ طبعا. ما عندكش مانع؟ لا. طيب نهى،
نحن ارسلنا الدعوه لماما جيهان، بنشوف سوا. اهلا جورج، النهارده مشوارنا في القاهره وبالتحديد زهراء مصر القديمه علشان نسلم دعوه الحضور لاستاذه جيهان احمد. استاذه جيهان احمد. ايوه انا اسماء من برنامج جورج كرداح. اهلا وسهلا. حضرتك ربة منزل صح؟ ايوه. عندك 5 اولاد؟ ايوه. ممكن تقولي لنا اساميهم؟ ندى ونهى وشمس وساره ومحمد. ربنا يخليهم. دي دعوه حضور لبرنامج جورج كرداح. والله نتمنى حضرتك تيجي. ربنا يخليكي. ده مدام الاستاذ جورج طبعا لازم يجي. قبلت الدعوه؟ قبلت الدعوه. جورج، استاذه جيهان احمد قبلت الدعوه. يعني فعلا شكرا لجيهان ولجميع اللي بيقبلوا دعوتي بدون ما يعرفوا لوين جايين. جيهان قبلت الدعوه، هلا صارت خارج الاستوديو ناطره اشاره منا، انما مختصر القصه انه مثل ما سمعنا عندها 5 اولاد، يعني 4 بنات وصبي. نهى هي الكبيره، نهى على خلاف مع مامتها إلهم صار سنه تقريبا ما بيحكوا مع بعض. الخلاف انه نهى كانت مخطوبه لشاب، الوالدة جيهان ما كانت راضية عن هذا الشاب لأنه شافته بغير كتير على بنتها وبيعاملها بقسوة شوي، وكانت شايفة أنه يعني دائما الأهل هيك بيحسبوا أنه لن يسعد بنتها. إذا اقتربت الخطوبة، انفصلوا عن بعض. زعلت منى وبقيت في البيت، ولكن اجاها خطاب جداد رفضت، ما كانت تقبل. بقى نهى الآن جاي على استوديو لحتى تستعيد العلاقة مع أمها، تعتذر من أمها. خلينا نشوف شو موقف الأم جيهان من نادي جيهان. تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا بالست جيهان، أهلا وسهلا. تفضلي عيوني. أهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. طمنينا كيف الاولاد. انا بشكرك على قبولك الدعوه، وشفتك ما شاء الله عم تتقبلي الرساله. الحمد لله. من ساعي البريد ومن ساعية البريد، وشكرا جزيلا على محبتك وعاطفتك. الحمد لله. ما اول ما قالوا استاذ جورج طبعا لازم اجي يعني. تسلمي، اهلا وسهلا فيكي. وان شاء الله الله. يكون مجيئك للخير، لانه هذا برنامجنا هو للخير. صحيح برنامج المسابقات للخير، بس هذا البرنامج كمان هو ايضا للخير، وفي خير اكثر يا رب ان شاء الله. يا رب. طمنيني كيف الامور؟ الحمد لله. اخبار العائله، الاسره، زوجك مسافر؟ لا موجود. موجود. شو بيعمل؟ وكيل وزاره في الضرايب على المبيعات. وكيل وزاره. ايوه ايوه. وما شاء الله الاولاد. انت عندك صبي واحد، ولد واحد؟ ولد واحد. ولد محمد. واربع بنات؟ الله يخليهم. الولد معاه كلهم حلوين؟ twins كلهم صغير. حلوين زيك؟ الحمد لله كويسين. كويسين حلوين. الله يخليهم. الله يخليهم. شو اعمارهم؟ نهى الكبيره بكالوريوس، وليلى تالتة حقوق انجليزي. ما شاء الله. ومحمد وساره تانية ثانوي ادبي. ومش بقى شمس دي بطلة سباحة في تالتة على الجمهورية. وشمس قديش عمرها؟ أولى إعدادي. أولى إعدادي يعني كم عمرها؟ 14 سنة. 14 سنة ما شاء الله. بطلة سباحة. والله كويس. في عندكم حدا بالعائلة بطل سباحة وبيحب السباحة؟ كان محمد وسارة، بس أنا بصراحة يعني طلعتهم، بس باباها يعني ماشي معاها كتير قوي في الموضوع ده يعني. حلو. هو السبب في كده بصراحة يعني. انت يمكن عم تتساءلي ليش دعوناكي الى هذا البرنامج؟ بالظبط. مستغربة. لا ان شاء الله الدعوه كتير كويسه، ويمكن تكوني انت حتسعدي فيها.
اكيد. الحقيقه مش انا صاحب الدعوه، عاده في شخص اخر بيدعو شخص مثلك، انا الوسيط، يعني بيلجأوا لي إلي وانا بوجه الدعوه باسمي عشان تشرفوا على الاستوديو، وهون بصير في لقاء، بصير في حوار، بصير في محبه بقى. خير. تحبي تعرفي مين دعاكي؟ ما انا اعرف ان استاذ جورج اللي دعاكي. انا اللي دعاكي، بس لا الشخص الحقيقي اللي دعاكي لا ما اعرف. طلعي للشاشه. جميله، اسم الله، الله يخليها، حلوه. مالك؟ مفيش. مفيش ايه؟ دي نوعها بنتي. هم الاولاد صايعين شويه، صح ولا لا؟ متعبين جدا. متعبين جدا. بس بيضلوا اولادنا. ايوه مش هيك؟ طبعا. نهى هي اللي طلبت دعوتك الى هالبرنامج، وانا سعدت بوجودكم اثنينكم، لانه ما شاء الله النور بشع من وجوهكم. نهى بعثت لك رساله، راح بقرا لك اياها. نهى اشتقت لك، يعني بتصور بتقول لك امي الحبيبه جيهان، ازيك يا امي؟ وحشتيني اكثر مما تتخيلي. وحين تركت البيت يا امي كنت غاضبه جدا مما فعلتيه في خطبتي الاولى، وكنت اظن انني اعاقبك بهذه الطريقه، لكن الحقيقه انني كنت اعاقب نفسي. ففي كل لحظه كنت بعيده عنك وعن اخواتي، كنت اشعر انني بلا روح وانني اخطات. اكتب اليك يا امي هذه الرساله اليوم لكي اقول لك انني تعلمت من الدرس، وانني اسف على ما فعلته، وانني اريد ان احضنك واقبل يدك واعود لمنزلنا الذي افتقدته كثيرا. يا امي، ربما كان يجب ان ابتعد هذه المده لاعرف ان اكثر من يخاف على البنت في هذا الكون واكثر من يحرص على مصلحتها هي امها، وانت نعم الام. انا اسفه يا امي، وتقبلي اعتذاري، والمسامح كريم. مش هعرف اسامحها يا استاذ جورج. كتير هالقد؟ ليه؟ كده. ليه مش هتسامحيها؟ تعبتني. تعبتك اوكي، بس يعني اذا ما سامحتيها كانك تعتبريها انه مش بنتك بقى. هل هي مش بنتك بقى؟ يمكن في يوم من الايام اكيد هسامحها، بس ما اعطيتيها لخالتها خلاص؟ هي عند خالتها. بس انت اعطيتيها لخالتها؟ اخذتها منك خالتها؟ حبت تقعد عند خالتها فانا طيب، بس في عندها سبب. عندها سبب. المفروض انا اللي اعرف، هي يعني انا اللي افهم اكتر منها، مش هي اللي تفهم. بس الاولاد يا ست جيهان بيعتبروا نفسهم، خاصة لما بيكونوا بسن المراهقة وما فوق، بيعتبروا حالهم للأسف انه بيفهموا اكتر من الاهل. وللأسف انا تقريبا عشان عملتهم كصديقة، ولما بيكونوا في شيء هيك جاذبهم والحب ما بيقعدوا يسألوا عن الاهل. بس المفروض يكون الحب ده يعني هو حاجة كويسة طبعا، بس يكون شخص كويس، يعني شخص يحافظ عليها هم بيقولوا ويخاف عليها. مش بيقولوا عين الحب عمياء. معلش، بس انا اكيد بشوف اكتر منها، فلازم تسمع كلام انا. صحيح. مش كلامها هي. وهي كل بنت لازم تسمع كلام امها. ايوه طبعا. خلينا نسمعها، لانه طالما هي دعتك واجت وبعد سنه
ومثل ما شفتي بهالرساله مشتاقت لك واسفه وبدها تعتذر. خلينا نسمعها. نهى تفضلي، الماما هنا، قولي لها اللي بقلبك، تفضلي. أنا آسفة، ما تزعليش مني، ومش عارفة أعمل إيه عشان تسامحيني. بس أنا بجد وحشتيني جدا، ومش عارفة أعيش وأنتي بعيدة يعني. وحقك عليا، ومسامح كريم. طيب القصة بتستاهل هالقد انت كمان؟ تستاهل؟ ايوه يا استاذ جورج، يعني هي استحملت تبعد عني ده كله. طب ما عم تقول لك يعني مش قادرة تستحمل أكثر، عايزيها بعد إيه تبقى 10 يعني سنوات؟ ده كله مش قادرة، كان المفروض من أول. يا جيهان، من أول طيب يوم. عايزيها بعد تقعد لها شي 10 سنوات من دون ما تشوفك أو تشوفيها؟ لا. طيب صحيت بعد سنة. طيب أنت الشاب عندك تحفظ عليه خطيبها اللي بتحبه، ليه؟ مالك ومال قلبها أنت؟ ازاي انا شايفه اكتر؟ انا عارفه شاب ان ده موظف، مش شاب هيحافظ موظف عليها يا وبيشتغل وبيحبها وبيغير عليها ومالك انت؟ الغيره اما تبقى زياده عن الحد شو انت بتبقى عم عدم تتجوزي؟ ثقة. هي عم تتجوزي. معلش، بس الغيره اما بتبقى عدم ثقه ما بتبقى مش مرفوضه، هم الشباب مش هيك. مقبوله. هم الشباب هيك، ابوها ما كانش يغير عليكي؟ بصراحه انا اتمنى ان هي بعدين وبناتي ياخدوا البنت زي بتحب باباهم. انه الشاب يغار عليها. الغيره في الحد المعقول، مش هو كده غيرته يعني فوق ليها المعقول؟ طيب ما هي متقبله هالشيء. غيره عدم ثقه، يا فده ستي ما هي ينفعش. متقبله هالشيء. لا معلش، بس فيها اهانات وفيها حاجات كتير قوي يا اهانات أستاذ زي جورج. الها؟ معلش، هي كان يهينها؟ متربيه على يعني الحمد لله. طبعا يعني طبعا. انا بس كان يهينها قدامك يعني؟ وما تحكيش انت؟ لا ما كنتش بحكي. ما تتدخلي؟ لا كنت بحاول اتدخل، بس دايما كانوا يقولوا لي ما تتدخليش. طب راجعي نفسك، ما ينفعش. ما طيب هلا القصه هيدي صارت من الماضي، والشاب راح والبنت فضلت لوحدها، اجاها ناس خطابين جالها، ورفضت، مش عايزه لانه كانت بتحبه. طيب الحب ملوش تفسير. اليوم بعد سنه استفاقت ومشتاقت لك وقالت لك بالرساله انه انا كل يوم عم بمر كاني مش عايشه. فجاي تطلب منك السماح والاعتذار وترجع لحضنك وترجعي انت ترجعي لها. بقى ايه رايك؟ لو كانت بتحبني يا استاذ جورج ما كانتش بعدت عني ده كله. طبعا طبعا. بس هلا اكتشفت انه بتحبك. بعد ايه؟ بعد سنه. طيب ما كتير قوي. انت بتحبيها؟ طبعا طبعا طبعا. اذا طبعا وبتقولي هالكلام، يعني لو كانت بتحبني، طب ما انت عم بتقولي الام هي لازم تكون اوعى من البنت. بس انا ما كنتش ام بس يا استاذ جورج، انا كنت صديقه وللاسف يعني انا غلطت ان انا كنت صديقه لاولادي. طيب بس هلا انت انت جيتي اليوم بوظيفتك وبوضعك انه ام، هي مش داعي الصديقه، داعي الام اليوم. ما انا كنت واخداهم صديقه علشان يبقوا معايا ويسمعوا كلامي واسمعهم. ايه يا نهى؟ احكي نهى، علي صوتك. حقك عليا يا ماما، بجد سامحيني، ما كانش قصدي والله. يعني الماما زعلانه منك واضح، انا عندها غلطت. حرقه يعني انه سنه ما بتسالي عليها. أنا سالتي غلطت. عليها بالسنه دي؟ ما سالتي؟ انت زعلانه كنتي طبعا، لانه بتعتبريها هي طيرت لك الحب، حب عمرك. بس ليكي رجل بيروح، بنت بتروح، شاب، زوج، بس الام واحده. طبعا. حقك عليا يا ماما، بجد سامحيني، عمري ما هزعلك تاني ولا هغلط في حقك، اوعدك. حقك عليا وعمري ما حزعلك. يلا شو بدك تقولي لي؟ مش عارفه اقول لك ايه والله يا استاذ جورج يعني. لا ما تقولي لي، الي لا الي لا إلها.
هيدي بنتك، انت خلفتيها مش انا. قليل. مش عارفه يعني. انت قلبك كبير. شو؟ طب وبعدين لو حصل تاني انا اعمل ايه طيب؟ يعني تجيبني تاني تعتذر لي؟ يعني تقول لي انا اسفه ومعلش وخلاص؟ لا. ها انا عمري حلو. ما هزعلك تاني. ها عمري. حنجيبها مرة تانية، مش حنجيبها على البرنامج مرة تانية يا نهى ونقول لها بنعتذر لك كمان. انا بعتذر يعني لك. حتسمعي كلمتها. عمري ما هزعلها تاني. بس انت حتحترمي ايضا عواطفها لو في وقرارها. الصح، لو في الصح احترم عواطفها. في الصح هي عرفت، قالت كتبت طبعاً. لك بالرسالة لو في الصح. انه ما في اكثر من الام حريصة على طبعا. حقوق الابن. طيب طبعاً. ايش شو بتوعديها للماما؟ نعم. شو بتوعديها للماما؟ اوعدك ان انا عمري ما هزعلك، وعمري ما هخلي حد يزعلك، وعمري ما هيجي عليكي تاني، وانتي ادرى. كده متأكد. شو؟ خلاص ماشي يا سيدي. ماشي. ماشي يعني مسامحيها؟ سامحتيها؟ طبعا. والمسامح كريم. كريم. تعالي نوح، تعالي. يلا سامحي. مش كثير سامحتيها، لا سامحتها، بس ما شفتك حضنتيها كثير. لا حضنتها طبعا. خايفة وحشاني على جدا. خايفة على الميك اب؟ لا ما تخافيش. ما وحشاكي جدا؟ وحشاني جدا. قولي لها طيب. طبعا وحشاني. هي كمان وحشاني. شوف. Bite and bites?